أنا عندي ADHD اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. كان عندي اكتئاب حاد، عايش مع قلق مزمن. أنا دلوقتي عندي 42 سنة، وأكتر من 15 سنة من حياتي كنت فاكر إنه دول 3 مشاكل منفصلة، 3 تشخيصات مختلفة، 3 أدوية مختلفة، لحد ما فهمت حاجة غيرت كل حاجة. الاكتئاب اللي كنت حاسس بيه مش مرض منفصل، القلق اللي كان بياكلني مش حالة مستقلة، دول كانوا أعراض ال ADHD اللي مش متعالج. النهاردة مش هنتكلم عن ازاي نتخلص من القلق أو خطوات للخروج من الاكتئاب. النهاردة هنفهم ليه دماغ ال ADHD بتخلق الظروف المثالية للأمراض النفسية. هنفهم الآليات، هنفهم السبب الحقيقي، أخيرا هنفهم، لأن لما تفهم السبب بتقدر تغير المسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومئة ألف مرحبا بكم جميعا في قناتي، طبعا أكيد قناة حضراتكم أنتم كمان، قناة أخوكم أنس. هندخل في الموضوع دغري، وهبدأ بالأرقام علشان تعرف إنك مش لوحدك. تخيل إنه 50 ل 70% من الناس اللي عندهم ADHD عندهم كمان اضطراب القلق واضطراب الاكتئاب. مش 5%، مش 10%، 50 أو 70%. يعني إحنا لو في الأوضة هنا في 10 أشخاص وكلهم عندهم ADHD، 7 منهم عندهم قلق مزمن في كتير من الأحيان، واكتئاب حاد في كتير من الأحيان. ففعلا دي معاناة منتشرة بين أحبائي اللي عندهم ADHD. والرقم ده على فكرة مش دراسة واحدة كده على جنب صغيرة، دي دراسة شملت آلاف البشر، وأنا أحط في الوصف إن شاء الله بعض الدراسات يعني، واللينكات تقدروا تطلعوا عليها لو حابين. لكن خليني أحاول أوضح حاجة مهمة جدا. الرقم ده بيقول 50 ل 70% من البالغين اللي عندهم ADHD بيكون عندهم في نفس الوقت الاكتئاب أو القلق. بس ده مش كل الناس طبعا، يعني مش 100% من الناس. في ناس عندها ADHD وما عندهاش قلق ولا عندها اكتئاب. في ناس عندها أعراض خفيفة، وفي ناس عندها الاتنين بشكل حاد. أنا ما بقولش إنه لو عندك ADHD ده معناه إنه لازم يكون عندك اكتئاب. أنا النهاردة بس هحاول أوعي نفسي، واللي حابب يجي معايا في رحلة الوعي دي، للاحتمال عالي جدا إن الواحد بيكون عنده ADHD وفي نفس الوقت بيجيله اكتئاب ويجيله قلق مزمن. ونقدر نعمل ايه؟ السؤال الحقيقي، ليه النسبة دي عالية قوي كده لدرجة غير طبيعية؟ والإجابة، ال ADHD بيخلق الظروف المثالية للأمراض النفسية، وده مش بالصدفة، ده بآليات محددة جدا. وده اللي هنحاول إن شاء الله نوعي نفسنا بيه النهاردة. أول سبب، ويمكن أكتر سبب مؤلم، أنت عايش مع إحساس مستمر بالفشل. خليني أسأل كم سؤال. كم مرة نسيت موعد مهم؟ كم مرة وصلت متأخر وقلت لنفسك بعد ما وصلت متأخر أنا مش هوصل متأخر تاني، ووصلت متأخر تاني؟ كم مرة بدأت مشروع كده بحماس وبعدين سبته في النص؟ كم مرة وعدت حد بحاجة ونسيت؟ مش لأنك مش مهتم، مش لأنك كسلان، مش لأنك شخص سيء، علشان دماغك بتشتغل بطريقة مختلفة. لكن هل العالم اللي حواليك فاهمين ده، واعيين بده، حاسين بده، بيهتموا بده أصلا؟ لا خالص. والأصعب من كده للأسف الشديد، هل أنت نفسك كنت فاهم وواعي بده؟ برضو لا. فإيه بقى اللي بيحصل هنا يا حبايبي؟ كل مرة بتنسى حاجة بتضيف حجرة صغيرة على الجبل من الخيبات. كل مرة بتتأخر بتأكد للناس اللي حواليك ولنفسك طبعا انك انت انسان مش ممكن، مستحيل يعتمد عليك. كل مرة بتسيب مشروع في النص بتقول لنفسك انا فاشل. مش مرة واحدة فشلت، آلاف من الفشل المستمر الصغير يوميا، وكل سنة، على مدار بقى 10 20 30 40 سنة. شوف يا حبايبي، في حاجة في علم النفس اسمها تكرار التجارب السلبية. ده مفهوم موجود في علم النفس، والدراسات في الموضوع ده بيقولوا حاجة سبحان الله
غريبة جدًا، بيقولوا إنه التجارب السلبية المتكررة بتأثّر على تكوين هوية الإنسان أكتر من التجارب الإيجابية الكبيرة. يعني لو كل يوم بيحصل لك خيبة صغيرة، فشل صغير، ده بيأثّر عليك أكتر من لو مرّة في السنة نجحت نجاح كبير. الكلام ده مبني على دراسات، وإحنا بقى دماغنا، إحنا دماغ الADHD بتحصل لها خيبات وفشل صغير كل يوم كذا مرّة في اليوم. فتخيّلوا بقى هويتنا إحنا بيحصل فيها إيه وحصل فيها إيه بالفعل. فالنتيجة يعني بتبدأ تصدّق طبعًا إن أنت فاشل، وإن دي مش حالة يعني، مش إن دماغك يعني شغّالة بطريقة مختلفة والكلام ده. بتصدّق إن أنت شخص خلاص مكسور، إنّك أنت أساسًا فيك عيب. ده اكتئاب، مش يمكن اكتئاب كيميائي بحت، اكتئاب مبني على تراكم سنين من الفشل المستمر الصغير والإحساس بيه فعلًا حقيقةً. طب والقلق طيب؟ القلق في الحالة دي بييجي من إنك بتستنى الفشل اللي بعده. فشلت دلوقتي، بتقلق بقى، بتبني في نفسك قلق مزمن، في فشل جاي تاني فالقلق بيزيد. امتى بقى هنسى حاجة تانية؟ امتى بقى هكسف نفسي تاني؟ امتى بقى هاخذل حد وازعله مني تاني؟ فده اسمه توقع مستمر للفشل اللي جاي. انت كده طبعا مش عايش في الحاضر، انت عايش في توقع مستمر لامتى الفشل اللي بعده جاي. ده اسمه قلق استباقي، وده طبعا يعني مرهق جدا. السبب الاول هو الفشل المستمر دوت، اللي هو للناس اللي عندها ADHD غير معالج، ده بيكون سبب فعلا بيجيب اكتئاب ويجيب قلق. ده السبب الاول. السبب الثاني، والسبب الثاني ده مش في ايدك خالص يعني، ده عبارة عن كيمياء. يعني دماغنا مش هي اللي بتختار ان تكون كده، هي مخلوقة كده يعني. وانا احاول ابسط الموضوع. ال ADHD في اساسه هو خلل في نظامين كيميائيين، الدوبامين والنورادرينالين. انا عندي مشكلة زي ما انتم عارفين علشان اللغات، عندي سويدي وعربي وانجليزي والكلام ده كله، فمعلش يعني عن النطق نفسه، لكن انا بكتب دايما وبحاول ان انتم تشوفوا الكتابة. دوبامين، ادرينالين. خليني ساكت، انتوا فهمتوا الحاجتين دول. الناس اللي عندهم ADHD عندهم خلل في الهرمونين دول او في النظامين دول. الدوبامين هرمون، مادة كيميائية في جسم الإنسان، يعني مخ الإنسان، مسؤولة عن التحفيز، نقدر نقول التحفيز عشان نختصر يعني عن الشعور بالمكافأة والتحفيز، القدرة يعني في الاستمرار في المهمة اللي انت بتعملها، حتى لو المهمة دي غير ممتعة وحلوة وجميلة كده يعني. هو ده الدوبامين. النور ادرينالين مسؤول عن الانتباه والتركيز والقدرة على تنظيم ردود الأفعال. دماغ ال ADHD بقى عندهم نقص وخلل في الاتنين دول. طيب خمن معايا دلوقتي بقى أنهي أنظمة في الدماغ بتتحكم في القلق والمزاج نفسهم؟ بالضبط نفسهم الاتنين دول، الدوبامين والنور أدرينالين. واضح كده الموضوع؟ وصلت؟ فمش إنه ال ADHD بيسبب الاكتئاب كمرض منفصل، ده إنه نفس الخلل الكيميائي اللي بيسبب ال ADHD بيسبب كمان ميل بيميل ميل يعني للاكتئاب والقلق. ودي مش صدفة كده، ده خلق ربنا، ده تصميم بيولوجي يعني، تصميم عصبي. ولما نتكلم يا حبيبي عن التصميم، أحب أقف وقفة كده صغيرة طرقت يعني في دماغي الآن. وإنه في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم يعني الخلقة متقنة، مش مصادفة كده وعبث يعني. طيب لو الخلقة متقنة، ليه في ناس عندها نقص في الدوبامين؟ ليه في اختلافات أصلا؟ والسؤال ده بصراحة مهم جدا، لأنه في ناس مننا بيحسوا فعلا إن هم مكسورين، ناس مكسورة، ناس مش متركبة صح، أو أقل من غيرها يعني. لكن يا حبايبي، الفهم الإسلامي الجميل بتاعنا مش بيقول لنا إنه الإتقان معناه التطابق التام، مش إنه إحنا كلنا نبقى نسخة واحدة من بعض يعني. الإتقان معناه إنه كل واحد فينا مخلوق بشكل يناسب طريقه، قدراته، ظروفه، والمسار اللي هيمشيه. والقرآن نفسه بيأكد إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس
مختلفة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الاختلاف ده جزء من سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، ماهوش خطأ في الخلق. وما ننساش برضو ان ربنا بيأكد ان الدنيا اللي احنا فيها دي هي دار ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وطبعا الابتلاء مش بس مصايب، الفهم لازم يكون أوسع من كده بكتير. في فرق بين البلاء والابتلاء والمحنة في أوسع، يعني فهم واسع للموضوع. الابتلاء ده بيكون كل حاجة في حياتنا، كل دقيقة في حياتنا، كل ثانية في حياتنا، كل حاجة احنا يعني اتولدنا فيها، البيئة، المكان، اللي بيحصل، اللي هيحصل، اللي عندك، اللي ناقصك. بالظبط زي ما الرزق مش بس فلوس، الرزق صحة، علاقات، فرص، شخصيات، وكمان كيمياء الدماغ. كل ده على بعضه كده نصيب، قدر، سياق كل واحد فينا ماشي فيه. ده مش معناه ان ما نقدرش نغير من حاجة، لا، وأن للإنسان إلا ما سعى. لازم نسعى نتعب. طبعا أكيد في أسباب ربنا كمان خلقها لينا، وفي أمور ربنا بيسخرها، دي حاجة تانية. لكن أنا بحاول أسس فكرة الإتقان دي، والرزق والابتلاء، ونوعي نفسنا ونعمل أو نفهم إزاي ال ADHD دلوقتي ما بقاش حاجة مكسورة أو غريبة أو حاجة كده أنا ليه الناس كلها أحسن مني. نفهم بقى إنه ال ADHD مش خلل في التصميم، هو جزء من التصميم مش نقص، لكن شكل من أشكال الابتلاء اللي من خلاله على فكرة بتتعرف على نفسك وبتنضج، وكمان بتتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولما نفهم ده سبحان الله أمور كتير جدا بتتغير، المنظور بيتغير بتاعنا. نرجع بقى لبعض الدراسات والعلم الحديث. في أبحاث جديدة، يعني جديدة نسبيا 2023 تعتبر جديدة، من جامعة هارفارد المعروفة، وزي ما قلت المصادر هتكون موجودة في الوصف إن شاء الله. الأبحاث دي بتقول إن في جينات مشتركة ما بين ال ADHD والاكتئاب والقلق، يعني في ميل وراثي واحد. يعني لو عندك جينات ال ADHD فكده عندك احتمالية أكبر لجينات الاكتئاب والقلق. وطبعا ده بيفسر ليه حالات كتير بتظهر في العائلات يعني. لكن في ميول جينية تزيد من احتمال ظهور أعراض ال ADHD، لكن ده مش معناه إنه في جين واحد لل ADHD. الوراثة هنا مركبة، يعني مئات من المتغيرات الجينية الصغيرة طبعا بتجمع تأثيرها وبتخلق قابلية. عشان كده بيقولوا ان ال ADHD وراثي لدرجة عالية، وان هو مش يعني جين واحد مفرد يعني. وفي نفس الوقت طبعا في عوامل بيئية، خاصة التجارب الأولى في الطفولة والضغوط النفسي في الطفولة برضو، ده بيأثر طبعا ازاي القابلية دي بتظهر. واخدين بالكم؟ يعني لو حد عنده قابلية جينية، فالصدمات أو البيئة التربوية الضاغطة طبعا ممكن تخفض أو تزود شدة الأعراض نفسها. وفي باحثين يتكلموا في الموضوع ده كتير بالنسبة لموضوع البيئة والطفولة والصدمات النفسية اللي هي أثناء الطفولة، يعني إنه الموضوع ده ليه دور مركزي. وجابور ماتي اللي هو كاتب كتاب سكاترد مايندز عن ال ADHD المعروف اتكلم عن الموضوع ده كتير جدا في الكتاب، وبيقول يعني إنه ال ADHD الأعراض كلها جاية من اللي هي coping mechanisms، اللي هي ردود ان الواحد زي يتكيف مع الامر يعني. فردة الفعل كطفل طبعا ان هو بيتكيف مع الامر بعدم التركيز وعدم الانتباه، وردود افعال قوية وردود افعال غير منضبطة ومشاعر غير منضبطة بسبب الصدمات الطفولية والضغوطات الطفولية والبيئية والتربوية. وعلى فكرة الموضوع ده مهم جدا، بالذات لما هنتكلم عن علاج بقى النفسي وكده. الموضوع ده بيلعب دور كبير جدا. لكن الصورة الاكبر اللي يعني تقريبا اجتمع عليها يعني الأدلة الموجودة حاليا اللي هم وصلوا ليها، الكلام ده طبعا قد يتغير بعدين والله أعلم، لكن إلى الآن رقم واحد في قابلية وراثية كبيرة جدا قوية يعني متشعبة. وما فيش حاجة اسمها جين واحد ال ADHD بيخلق في جيل أو جيلين والكلام ده كله، هي مجموعة جينات زائد العوامل البيئية، مش جين واحد يعني. والعلاقة بين ال ADHD والاكتئاب والقلق بتفسر يعني جزئيا بأن فيها يعني عوامل جينية مشتركة وكده. يعني لما نقول انه ال ADHD وراثي، ده مش معناه انه ثابت او محسوم، هي احتمالية تتفاعل مع حياة الإنسان يعني أو مع الحياة. وده يشرح ليه ال ADHD والقلق والاكتئاب بيتكرروا في نفس العيلة أو نفس العائلات.
لأن في عناصر وراثية مشتركة وكمان عوامل بيئية مشتركة في العيلة دي، فبيظهر لينا إنه كلهم ADHD واكتئاب وقلق في نفس العيلة. بس الجزء المهم فعلا هو لما نترك ال ADHD غير معالج، ده اللي بيخلق الدائرة المغلقة دي، الحلقة دي اللي لا نهاية ليها دي. ليه؟ لأنه ال ADHD الغير متشخص ومش مش بيتعالج بيؤدي لفشل متكرر. الفشل المتكرر بيؤدي لاكتئاب. الاكتئاب بيخلي أعراض ال ADHD أسوأ. الأعراض الأسوأ بتؤدي لفشل أكتر، والفشل الأكتر بيؤدي لاكتئاب أعمق. دي دوامة نازلة كده، كل واحدة بتطعم التانية، وده بقى بالظبط اللي حصل لي أنا أكتر من 15 سنة من حياتي. السبب ده اللي هو السبب الثالث اللي صراحة أغلب الناس يعني مش واعيين بيه جدا، إنه ال ADHD مش مشكلة بس في التركيز أو في يعني الحركة والنشاط والكلام ده، لكن في مشكلة قد تكون أكبر بكتير جدا: عدم التنظيم العاطفي، regulation of emotions. مشكلة كبيرة صراحة. ال ADHD في جوهره هو اضطراب في تنظيم العواطف والمشاعر، والموضوع ده خليني بس كده أوضح لكم لأن أنا بعيشه وعايشه كل يوم. يعني لما حد عادي مش ADHD بيجيله نقد في العمل بتاعه في شغله، يعني هو تفكيره طبيعي، هيقول ماشي في حاجة بعملهاش صح أو حاجة غلط، لازم أظبطها، لازم أغيرها، هعملها إن شاء الله وبس. لما بقى حد عنده ADHD على درجات زي ما انتم عارفين، في سبيكتروم، في اللي خفيف واللي أكتر وكده، لكن ده 99% اللي بيحصل لما ينتقد اللي عنده ADHD، يجيله نقد نفس النقد بالظبط اللي قبل كده في الشغل أو في العمل مثلا، دماغ ال ADHD بقى بتفسره ازاي؟ أنا فاشل، أنا بسويش حاجة أصلا وماليش لازمة في الحياة، هم أصلا كلهم كرهني، هم ليه بيكرهوني؟ أنا شكلي لازم أستقيل، أنا كنت عارف إنه المفروض ما كنتش في المكان ده أصلا. نفس النقد، ردود الأفعال مختلفة تماما. أنا كنت أقعد بالذات مع الشباب والشابات اللي عندهم ADHD ومنهم عندهم ADHD حد، وأنا قاعد بس جنبهم مفيش كلام حصل أصلا، لو هم بأحاسيسهم ومشاعرهم الحساسة جدا شعروا ما قلتش حاجة بس حسوا بس كده، وأنا قاعد كده حسوا بحاجة. واحدة مرة قالت لي، بنت كده عندها حاجة 13 14 سنة، قاعدة قدامي، لقيتها بتبص لي كده بتقول لي: أنت بتكرهني ليه؟ أنت ليه بتكرهني؟ أنت ليه بتحبنيش؟ في إيه يا بنتي؟ أنا قلت حاجة؟ ما قلتش حاجة، أنا بحبك، بس أنت ما قلتش أنت بتحبني. طب هو أنا عشان ما قلتش ده معناه أنا بكرهك؟ أنتوا فاهمين قصدي؟ أنا أصلا من غير نقد، فتخيلوا بقى لو في نقد. طيب أي حد خارج الموضوع ده هيقول على الشابة البنت المسكينة دي إن دي واحدة، دي بقى يعني مجنونة مش طبيعية وكده لا، هي حساسة جدا، وهنتكلم عن الموضوع ده ليه علاقة بالعواطف، ده regulation emotion، ده مفيش تنظيم للعواطف. يعني احنا مش ناس بنحب الدراما، دراماتيكي بقى، او انسان مثلا ضعيف مش عارف يسيطر، لا، عشان دماغ ال ADHD عندها حاجة، واسمعوا الكلام ده، كلام مهم جدا، اسمها فرط الاستجابة العاطفية. الكلام ده من أبحاث، في بحث من كليفلاند كلينيك في 2022 بيقول إنه 70% من اللي عندهم ADHD من البالغين الكبار يعني عندهم صعوبة في تنظيم عواطفهم ومشاعرهم، مش 50%، 70%. وفي حاجة على فكرة بقت مشهورة جدا في الكوميونيتي، يعني المجتمع بتاع ال ADHD بتاعنا، اسمها rejection sensitive dysphoria، يعني حساسية مؤلمة للرفض. رفض دي حالة انه اي رفض بجد او رفض متخيل زي ما قبل كده قلت لكم على البنت ده، بيحسس الانسان اللي عنده ADHD بألم شديد، ألم شديد جدا، حقيقي، نفسي، مش زعل عادي، يعني ألم، وجع. في دكتور اسمه ويليام داتسون، انا سمعت له حلقة مرة على اليوتيوب، هو من اكبر المتخصصين في الاي دي اتش دي وكده يعني، وبيشوف طبعا ناس كتير جدا من البالغين الكبار اللي عندهم اي دي اتش دي في التشخيص ومقابلات وكده يعني. قال انه 99% من البالغين الكبار اللي عندهم اي دي اتش دي عندهم الحالة دي،
حالة الريجكشن سنسيتيف ديسفوريا اللي هو الحساسية المؤلمة للرفض دي. 99% من خبرته هو. وقال كمان انه ثلث المصابين بالاي دي اتش دي البالغين دول، ثلث يعني منهم قالوا ان ده اصعب جزء من الاي دي اتش دي عندهم. الحتة دي مش التشتت، مش عدم التركيز، مش النسيان، الألم العاطفي. وانا هشرح لحضراتكم ايه اللي بيحصل بالظبط في دماغنا بالنسبة للموضوع ده عشان نفهم نفسنا احسن. اولا في دماغنا في حاجة اسمها اميجدلا، ده جزء من دماغنا ورا هنا. الجزء ده نقدر نسميه او هو يسمى جهاز الانذار. يعني لما نحس بخطر الاميجدلا بتتنشط كده وبتبعت اشارات بقى للدماغ بقى ايه، في خوف، في خطر، في غضب، تحركوا اعملوا حاجة او ما تعملوش حاجة او وقفوا كده في مكانكم. ايوه، فايت، فلايت، فريز، دول اشهر الانواع. الاميجدلا بتبعت الاشارات دي. فايت، يلا بينا نعمل حاجه بقى يعني كده. فلايت، اهرب. لا، فريز، كده اتجمد. دي الاميجدلا بيسموها بريميتيف، يعني ما فيش فيها عقل وفكر وحكمه وفلسفه وكده. يعني هي كده يا ابيض يا اسود، يا في خطر يا ما فيش خطر، انذار، ايه لارم كده. الجزء الثاني بقى بتاع اللي بيدير المسائل كلها وبيمشي الامور وكده، هي هوانا في الجبهه اللي هو اسمه بري فرونتال كورتكس اللي اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو بالعربي اسمه القشره الجبهيه الاماميه، جبهه يعني. هنا هو هنا موجود. ده بقى المدير بقى زي ما قلنا قبل كده، بيقول للاميجدلا لما الاميجدلا بقى ترن بقى جرس الخطر والانذار وكده، بيظهر بقى ده هنا يقول لها ايه بقى، لا 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 استني يا اميجدلا، ده مش خطر حقيقي، اهدي بس، هدي نفسك. عندنا بقى احنا الاي دي اتش دي الجبهه الاماميه، القشره ديت البري فرونتال كورتكس ما بتشتغلش بالكفاءه المطلوبه. فمين بقى بيبقى المدير هنا والبوس؟ الاميجدلا بقى بتسيطر بقى. يعني ايه؟ يعني يا حبايبي لما حد يقول لكم، لو عندكم اي دي اتش دي وحد يقول لكم نقد بسيط جدا، الاميجدلا بتاعتك دي بتشوف النقد ده كاتاك. اتاك يعني هجوم عليك. ما بتعرفش هي تفرق بقى انه ده نقد وكده هو الاميجدلا ده هجوم، كانه ديناصور هيتهاجم عليك. نفس الموضوع. ليه؟ لانه بتبعث اشاره ذعر ورعب مباشره. بترسل الاشارات دي لمين بقى؟ لهنا، للجبهه الاماميه دي، البريفرونتال كورتكس، المدير، البوس. والمدير اللي المفروض يهديك ما هو شغال كويس وبياخد اجازات صراحه بدون اذن يعني خالص يعني. فمين اللي يسيطر وياخد القرارات بقى؟ ايوه، الاميجدلا. فعشان كده احنا لما نسمع النقد ده، الاميجدلا بتدينا الذعر والرعب ده، بنحس بكل حاجه يعني على الفوليوم 10 20. فاهمين قصدي؟ عارفين الصوت لما ترفعه كده عالي قوي بيبقى كده من جواك بقى بتحس انه حسيت بيها قوي دي، اي، لانه فاكر انه خطر وهجوم عليك، عشان هنا المدير نايم مش شغال كويس. ولما تحس بكل حاجة بشدة كده بقوة وكمان بأسلوب سلبي جدا، بتبقى overwhelmed يعني too much، خلاص الموضوع كده مش قادر، خلاص مش قادر أسيطر. ولما ده يحصل كل يوم، ده بقى هيجيب اكتئاب وهيجيب قلق كمان. هيجيب قلق ازاي؟ لما انت تكون عارف ان في تسونامي عاطفي هيجيلك في اي لحظة، اكيد طبعا هيجيلك قلق، لانك مش قادر تثق في دماغك اللي هي المفروض المدير ده انها تعرف تهدي الموضوع، او على الاقل يعني ترد بشكل مناسب يعني. فانت كواحد عندك ADHD والحالة دي عايش دايما في حالة حذر، دايما مستني الانفجار ده هيجي امتى، الانفجار العاطفي ده، فبتخاف، ترعب. ده بقى مرهق جدا، والارهاق المستمر كمان بيؤدي كمان لاكتئاب. فاكتئاب وقلق وADHD. السبب الرابع وهو العزلة. طبعا كل سبب من الأسباب اللي أنا قلتهم دول صراحة يعني نقدر نعمل لهم فيديو خاص. أنا بحاول إن شاء الله أجمع لكم المعلومات دي كخلاصة كاملة لموضوع الاكتئاب والADHD والقلق وعلاقتهم ببعض. فربنا يكرمكم يا رب وتصبروا عليا. هعمل لكم فيديوهات إن شاء الله منفصلة وفيها تفصيل أكتر عن كل جزء بإذن الله، ادعوا لي. المهم العزلة، لما اتكلم عن العزلة بتكلم عن العزلة الاجتماعية، مش العزلة يعني ان انت تحتاج شوية وقت لنفسك وتقعد لوحدك وكده، لا، انا بتكلم عن عزلة تامة من المجتمع وحتى من بيتك كمان في كتير من الاحيان. اولا ال ADHD بيأثر جدا على العلاقات بشكل كبير جدا يعني.
عامة العلاقات، وطبعا العلاقات الاجتماعية ضمن العلاقات. يكفي بس ان احنا لما نيجي نتكلم مع الناس بنقعد نقاطع كلامهم، بنوعد ناس بحاجات وبننسى خالص، منهم الاب والام والاخت والزوجة والابن والبنت وكده يعني. ولما بنوصل متأخر وما نروحش خالص مثلا، وبنركزش اصلا لما حد يكلمنا لو مش مهتمين بالموضوع. بننسى طبعا اعياد ميلاد، بننسى كل حاجة، بننسى يعني بننسى نفسنا. فطبعا الناس اللي حوالينا اللي هي العلاقات دي بيفسروا ده على ان احنا بنحترمهمش، يعني مفيش احترام، واحنا بالتالي مش محترمين كده يعني عندنا انانيه. والناس بصراحه هم مش غلط في احساسهم يعني، لكن هم بس مش فاهمين السبب. لما يكونوا مش فاهمين السبب، ايه اللي بيحصل بقى؟ بتفقد طبعا اصدقاء، اكيد علاقات كتير جدا بتفشل، بتقعد بقى تخيب في امل العيله كلها تقريبا. فالطبيعي ان انت تعمل ايه بقى لما ده بيحصل حواليك؟ انت تبقى البعبع انت، وده كتير جدا بتنسحب. مش لاننا احنا مش عايزين الناس، لا، عشان وجود الناس بقى مؤلم بالنسبة لنا في حياتنا. لانه كل تفاعل اجتماعي او علاقة معينة ممكن تكون فرصة لفشل كبير جديد في حياتي، لإحراج فظيع في حياتي، لخيبة أمل مبكية جديدة في حياتي. فالأسهل طبعا إن أنا ما أذيش حد وخلاص أقعد لوحدي، أنا عازل أحسن. لكن طبعا وبلا شك، وأنا أؤكد على الكلام ده، الإنسان مش مخلوق للعزلة. وأنتوا أكيد حافظين أكتر مني الأحاديث عن الموضوع ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولاحظ سبحان الله في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ويصبر على أذاهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف إنه التفاعل الاجتماعي في أذى، في ألم، مش كله حلو يعني. لكن قال إنه الصبر على ده أفضل من العزلة. ليه؟ لأنه العزلة يا حبايبي بتقتل، مش بشكل مجازي، ده بشكل حرفي. في دراسات بتقول إنه العزلة الاجتماعية بتزود خطر الاكتئاب بنسبة أكتر من 50%، وبتزود نسبة القلق تقريبا بنفس النسبة في المية. والمشكلة إنه ال ADHD ده بيدفعنا إلى العزلة، بيزقنا كده للعزلة. اعتزل، روح، سيب الناس. فبندخل بقى في دايرة تانية. ال ADHD بيسبب مشاكل اجتماعية، ال ADHD بيسبب مشاكل في العلاقات، المشاكل الاجتماعية والمشاكل في العلاقات بتسبب العزلة، العزلة بتسبب الاكتئاب، الاكتئاب بيخلي التفاعل الاجتماعي أصعب وأصعب، فبتعزل نفسك أكتر وأكتر. دائرة تانية مغلقة. طيب يا حبيبي، انتوا أكيد تعبتم، فأنا حابب أتكلم عن إزاي نكسر الحلقة دي، نكسرها. إحنا قلنا 4 آليات، صح؟ 1 تراكم الفشل المزمن، 2 الكيمياء المشتركة، 3 عدم التنظيم العاطفي، 4 العزلة الاجتماعية. وكل واحدة فيهم بتأكل وتطعم التانية، بيغذوا بعض، يعني كل واحدة فيهم بتخلي التانية أسوأ منها. فالسؤال إزاي بقى نكسر الحلقة دي؟ أول حاجة وأهم حاجة الفهم والوعي. يا حبايبي اللي قلته ده في الفيديو دي مش معلومات نظرية كده، ده أساس التغيير. وبالنسبة لي أنا ما كنتش هتغير في حياتي خالص إلا لو فهمت ووعيت الأول. وده كتير جدا من الناس عندهم ADHD. لما نفهم إن الاكتئاب ده عرض من ADHD مش متعالج، أول حاجة نعملها هنتوقف عن لوم أنفسنا، نتوقف عن إحساس إن أنا إنسان ضعيف، إنسان مكسور، أو إنسان فاشل. فالفهم ده لوحده يبقى علاج. فنكسر الحلقة دي بأول حاجة الفهم والوعي. تاني حاجة نبدأ في معالجة ال ADHD. في أغلب الحالات لما ال ADHD بيبدأ يتعالج ويتعامل مع الإنسان بأسلوب صحي صح، القلق بيقل جدا والاكتئاب بيخف. ليه يا حبايبي؟ لأنه لما بطل أنسى كل حاجة، العار اللي بحس بيه بيقل طبعا. ولما بطل الفشل المستمر، طبعا الإحساس بالفشل بيقل برضه. ولما أبدأ أعرف أركز، ببدأ أعرف أنجز. ولما أنجز بحس إن أنا إنسان كده ليا هدف في الحياة واستاهل، استاهل الخير واستاهل كل حاجة. الإحساس ده إن أنا حاجة، أنا عندي قيمة، فبيخفف الاكتئاب. فبدأت في معالجة ال ADHD بتكسر أكتر وأكتر من الحلقة دي. تالت حاجة، وده أمر مهم جدا، ساعات الواحد بيحتاج يعالج يعني الحاجتين. يعني مش كل حالات الاكتئاب والقلق اللي مع ال ADHD هتروح لما تعالج ال ADHD. فاهم قصدي؟ يعني ساعات الاكتئاب بيبقى مستقل، عنده حياة خاصة بيه يعني.
فده طبعًا محتاج علاج منفصل، فمثلًا تاخد بقى دوا الADHD زائد مثلًا دوا مضاد للاكتئاب، أو مثلًا علاج نفسي للADHD مع علاج نفسي للاكتئاب، افصلهم عن بعض يعني. ويمكن أعمل فيديو أتكلم عن إزاي نفرّق ونعرف إنه ده ADHD وده اكتئاب وكده، أقدر أعمل فيديو عن ده كمان يعني، لإنه أصل في دراسات عن الموضوع ده على فكرة يعني، دراسات بتقول إن الواحد لمّا يعالج نفسه علاج اسمه إيه يا رب، مندمج أو يعني الاتنين مع بعض في نفس الوقت يعني، بتبقى النتائج أفضل بكتير جدًا من علاج حاجة واحدة بس لوحدها، يعني مش ده أو ده، يعني الاتنين مع بعض. رابع حاجة بقى برضه بتساعد جدًا في موضوع كسر الحلقة والله العظيم هي العلاقات. شوف يا حبايبي، وأنا عارف إن ده صعب جدًا، أنا عارف ده والله العظيم وحاسس بيه وعايشه فعلًا، عايشه في كل حاجة، عايشه في يعني أقرب الأقربين ليّا مع زوجتي وولادي يعني، يعني التفاعل الاجتماعي داخل البيت يبقى صعب بالنسبة لينا ومؤلم، فتخيل بقى التفاعل الاجتماعي خارج البيت مع الناس والشغل والحياة يعني، صعب، مش بس صعب مؤلم، لكن أوعدكم يا حبايبي العُزلة أسوأ وأخطر. مهما دماغك قالت لك إن أنت كده بتحمي نفسك وبتحمي اللي حواليك، لأ، أنت بتعملش كده، أنت بتأذي نفسك. الأميجدلا بتضحك عليك، لأنه هنا اللي قدام ده المدير نايم، فأنت مصدق الأميجدلا، هي بتحاول تحميك، هي مش ضدك، لكن هي ما عندهاش الحكمة والفهم والوعي، هي عندها أبيض وأسود. فحاول تبدأ كده بحاجة بسيطة، يكفي شخص واحد تثق فيه، حتى لو كلمت الشخص ده مرة في الأسبوع، قابلته مرة في الأسبوع، لازم تقطع العزلة، ده هيبقى نمط متعب وسيء جدا الخروج منه بعدين. يعني الواحد مش محتاج عشرات الأصدقاء، يعني الواحد محتاج اتصال إنساني حقيقي كده، يكفي واحد جدا يعني. وأكيد طبعا في كلام كتير جدا في الموضوع ده، موضوع العلاقات، وأنا حضرت صراحة فيديوهات كتير في موضوع العلاقات وأتكلم عنه إن شاء الله أكتر بالتفصيل. وآخر حاجة ودي الأهم يا كرام يا جمال يا أهلي وناسي، بلاش نصدق إنه الاكتئاب شخصيتنا. الاكتئاب مش شخصيتك، الاكتئاب مش أنت، ده عرض، دي حالة، وممكن وقطعا ممكن تتغير. أنا عشت مع الاكتئاب لحد أكتر من 15 سنة مع ال ADHD والقلق المزمن، وما كنتش فاهم إنه ال ADHD هو الجذور منه. لما بدأت أفهم يبقى عندي وعي بال ADHD وعالجه وابدا اتشخص واتعالج وكده، والله خف جدا وبطلت حبوب الاكتئاب تماما. هو ما اختفاش خالص يعني، لسه بحارب، لسه عندي ايام صعبة جدا، لسه والله ببكي دموع لا نهاية لها، لكن بوعي وفهم وفاهم ان الدموع دي المرة دي بتخرج كسموم من جسدي عشان اتخلص منها. لكن خف بمعنى الاكتئاب خف يعني انه بدأت اقدر اتنفس تاني، اقدر اشوف مستقبل، اقدر اعيش، مش بس ابقى حاجة موجودة كده وخلاص. فلو عندك ADHD وقلق واكتئاب، اسمعني، انت مش غبي، مش ضعيف، مش فاشل، دماغك محتاجة دعم صح كده وبس. والمشكلتين مرتبطين، مش واحدة واحدة يعني، عالجهم مع بعض. ولازم نفهم يا حبايبي ان الرحلة طويلة، مش هتتغير بين يوم وليلة، لكن اقسم بالله كل خطوة بتفرق، كل خطوة بتفرق، كل يوم بتفهم في دماغك يعني احسن، بتتقرب من النور، والنور ده موجود والله موجود، انا شفته وانا عشت في الضلمة، وانت كمان هتشوفه بإذن الله. ربنا يعافيك ويشفيك ويسعدك دنيا وآخرة. ما تنسوش يا حبايبي، يا ريت تنشروا الفيديو، اكتبوا تعليق، قولوا لي حاسين بإيه بعد ما سمعتوا الفيديو ده. بحبكم جدا في الله، أخوكم أنس معاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.